انا اصلا دكتوره اسنان، حبيت فكره الريل ستيت، وحبيت ان انا لما اجي ادخل اشتغل في الريل ستيت حسيت ان هو بحر كبير وواسع، محتاجه حاجه تكون لما لي كل القصه دي بحيث ان انا اعرف اتعامل واعرف اشتغلها مع الشغلانه بتاعتي اللي هو يعني بينج دانتست يعني. فانا اي تشوز ريماكس عشان ريماكس بالنسبه لي كان فيها فلكسبيليتي، فيها كل حاجه مكشوفه قدامي، فيها لو عايزه اوصل لحاجه هتبقى بالنسبه لي سهل ان انا اوصل لها، عايزه ابيع في الشيخ زايد هعرف، عايزه في التجمع هعرف، عايزه في اسكندريه هعرف، في اي مكان. سهلت لي الحاجه اللي انا كنت عايزه اعملها اللي هي ان انا ابقى ريل ستيت ايجنت. ريماكس ممكن تكون بتخليني دلوقتي اكون بكلم الكلاينت او الاونر وانا مرتاحه اكتر، غيرتني خلتني بتعرف اكتر. يعني هم ليهم وجهه نظر وهم سبورت قوي، ودايما بيدونا الحتت اللي هي الكويسه اللي احنا بنمشي عليها. وكمان الرانكينج اللي بيحصل في ريماكس بيدينا دافع قوي ان انا توب 1 طلعت كذا شهر ورا بعض، فانا عايزه افضل في ده على طول. ده حلو قوي. الناس بقت بتكلمني ان هي عايزه تيجي تشتغل، انتي ريماكس عايزه اجي اشتغل معاكم، مجرد ما هي شافتني ان انا طلعت في رانك توب 1. التريننج كويس جدا، بنستفيد منهم قوي. لما بيبقى في حاجه مثلا مش عجبانا او مثلا واقفه في الشغل بالنسبه لنا، بنطلب زي التغيير، فبيسمعونا وبيستجيبوا لينا جدا. وانا قاعده مع الكلاينت انا بحس ان انا واخده سبورت، انا بس بقول له ان انا ريماكس، فانا واخده توتال سبورت. ريماكس بالنسبه لي بتضيفني ان هي احنا مش مجرد ايجنتس وشغالين من غير ما يبقى في اي فولو اب، من غير ما يبقى في اي متابعه. ده بالعكس هم متابعين على طول، في كورسز على طول، في تعليم على طول، في سبورت جامد من بعد ما دخلنا في السيستم بتاع ريماكس. فانت في عندك تيم ليدر، عندك تحت التيم ليدر احنا الايجنتس، فدايما في اهتمام عندك من التيم ليدر وعندك اهتمام من المانجر، فدايما انت حاسه ان انت مش بتشتغلي وانت لوحدك، بتشتغلي وفي سبورت جايلك من كذا حته، فدايما بتحسي ان انت مرتاحه وانت بتشتغلي. اللي هو التدريب اصلا فيه حاجات كتيره جدا حتى يعني فاني ومسليه وبتاد فاليو ليكي، بيعلموكي ازاي تقري الكلاينت اللي قدامك، تعرفي الكلاينت ده تتكلمي معاه ازاي، ده بيفكر ازاي، ده دخلته ازاي عشان تعرفي تقنعيه بالحاجه. وحتى مش بس وانت بتبيعي او بتشتري، هي انت حتى دي مكاسب ليكي ككاركتر او كبيرسوناليتي، انك تعرفي تتعاملي بيها بره، ازاي تعرفي تقري اللي قدامك، ازاي تعرفي تتعاملي. فحتى ريماكس مش بس يعني اد فاليو في الشغل، لا ده هي اد فاليو كمان بيرسونال لايف يعني.